الراجل دفع $5000 علشان يشتري إزازة نبيذ أحمر منتهي الصلاحية من راجل فقير في الشارع، وكان خايف إن الراجل يغير رأيه، فدفع بسرعة. الراجل الفقير اختفى في ثواني. صاحب محل قريب شاف اللي حصل وقال إن الراجل اتنصب عليه تماماً، بس الراجل نفسه كان عارف إن الإزازة دي قيمتها الحقيقية لا تقل عن $1,000,000. في اللحظة دي عمه اتصل بيه وقال له إنه عنده مقابلة مهمة مع عميل كبير في اليوم نفسه، وعايز هدية تكون فخمة وتسيب انطباع كويس. الراجل بص للإزازة اللي في إيده وفهم هو هيعمل إيه. في الاجتماع الضيوف التانيين جابوا نبيذ فاخر وهدايا غالية علشان يكسبوا رضا العميل، ولما جه دور العم ما كانش معاه أي حاجة يقدمها، وكان شكل الصفقة هيروح منه، لحد ما الراجل ظهر فجأة على الترابيزة وهو شايل الإزازة بتاعته. قال إنها لافيت من سنة 1869. الكل انفجر من الضحك، وفيه ناس حاولت تطرده من القاعة. وريث غني سخر منه وقال إنه بيدعي إنه فاهم في النبيذ، لكن الراجل ما تأثرش ومشى ناحية العميل الVIP وقال له يجرب النبيذ علشان المجاملة بس. العميل صب شوية صغيرين وبدأ يشرب، وساعتها وشه اتغير فوراً. الوريث الغني يفتكر إن العميل اتضايق، لكن الVIP قال بصوت عالي ده أرقى نبيذ دقته في حياتي، ده فعلاً لافيت أصلي من 1869. القاعة كلها سكتت من الصدمة. العميل كان مبسوط جداً ووقع الصفقة اللي بملايين الدولارات لعمه في نفس اللحظة. وبعدها علشان يختبر خبرة الراجل أكتر الVIP اداله ساعة رولكس بتاعته وقال له يتأكد إذا كانت أصلية. الراجل استخدم قدرته الخاصة التاني ولاحظ حاجة غريبة. الساعة كان مكتوب فيها تاريخين تصنيع مختلفين، فهم إن الوش أصلي لكن المكونات الداخلية متغيرة أو متجددة. بس قبل ما يلحق يتكلم بنت العميل دخلت وقالت عليه نصاب.